الطب الشرعي ليحدثنا عن يعني ظروف وملابسات قتل الشهيدتين. اهلا بك يا دكتور هشام. اهلا بك يا استاذه جيهان. اهلا يا فندم. دكتور هشام عبد الحميد يا فندم، مدير عام مشروع زينهم والمتحدث الرسمي باسم مصلحه الطب الشرعي. اهلا وسهلا يا فندم. لو توافينا حضرتك باخر التفاصيل حول استشهاد مياده وميري وطبعا الثلاثه التانيين الشهداء اللي كانوا في المسيرات. هو احنا امبارح تلقينا في حدود الساعه 11 مساء اشاره الانتقال لمستشفى اليوبلس عشان تشريح الثلاث حالات اللي هم مياده واحمد محمد وكريم سلامه اللي هم كانوا تبع نيابه عين شمس يعني. نعم. مياده اشرف رشاد عمرها 21 سنه. كانت مصابه بطلق ناري اخترق يسار الراس واحدث كسور في عظام الجمجمه وتنتج في المخ ونزيف دماغي وخرج من الوجه. بالنسبه للاثنين التانيين اللي كانوا معاها، احمد محمد ده 29 سنه، ده واخد برضه طلق ناري في الراس اخترق يمين الجبهه وخرج من خلفيه الراس. برضه احدث سبب الوفاه فيه كان كسور عظام الجمجمه وتهتك في المخ ونزيف دماغي. الجثمان الثالث لكريم محمود سلامه ده 20 سنه. ده في دخول لطلق ناري في يسار الصدر وخرج المخزوق من يمين الظهر واحدث في مساره تهتك بالقلب والرئه اليسرى. انما النهارده الصبح جالنا الحالتين بتوع ماري سامح جورج اللي هم تبع نيابه المرج وشريف عبد الرؤوف شريف. الحقيقه ماري كان كل وسائل الاعلام امبارح سمعنا ان هي مصابه باصابات طعنيه، لكن اللي ثبت لينا في الصفه التشريحيه ان ماري مصابه بطلق ناري اصاب يسار الصدر واحدث تهتك بالقلب والرئه اليسرى والحجاب الحاجز والطحال وخرج من يسار الظهر. طلق ناري وليس طعنا يا دكتور؟ لا مفيش اصابات طعنيه خالص، ده كان فيها شويه حاجات سطحيه بسيطه في الوجه دي من مجرد سقوطها على الارض فقط، انما مفيش فيها اي اصابات طعنيه. دي تصحيح للمعلومه اللي هي كانت نقلتها عن بعض وسائل الاعلام يعني. لكن هي مصابه بطلق ناري في يسار الصدر وخرج من يسار الظهر. طيب يعني والحديث عن انه تم احراق السياره وتم طعنها بالسكاكين، يعني برضو عايزين نفهم من حضرتك يعني بعد ما يعني شفتوا الجثه للشهيده، يعني اخر كلام انه هي تم قتلها بطلق ناري في الصدر. بالظبط يا فندم، طلق ناري اصاب يسار الصدر واحدث تهتك بالقلب والرئه اليسرى والحجاب الحاجز والطحال ومفيش اصابات طعنيه خالص في الجثمان. كان في مجرد شويه حاجات احتكاكيه في الوجه، بعض غير المتخصصين اعتقدوا ان هي اصابات طعنيه. طيب ولا يوجد اي اثار لشنق كما قيل؟ لانه كل الحقيقه وسائل الاعلام وكلنا بنتكلم عن انه هم تم شنقها ثم طعنها ثم حرقها، ده يعني حضرتك بتؤكد انه لا لم يحدث ذلك؟ احنا بننفي خالص التعامل معها عن قرب باي صوره من الصور. كل اللي كان فيها كان طلق ناري وما كانش فيها اي مظاهر تماسك ولا اي حاجه، ما فيش لا خنق ولا حاجه، كان في شويه حاجات تتفق مع مجرد سقوطها على الارض او تحريكها على جسم خشن الملمس يعني. نعم، انا بشكرك جزيل الشكر دكتور هشام عبد الحميد المتحدث